السلام عليكم. إخواني أخواتي، معكم الزايدي عبدو مع فيديو جديد قناة الزايدي عبدو. في الفيديو تاع اليوم راح نحكيو على موضوع الإيجاص. يعني شفنا في فيديو سابق الإيجاص، يعني كي نزعنا الغلة ودفعناها لغرف التبريد. اليوم راح نشوفوا الجزء الثاني اللي هو يعني خلينا لونجاس، يعني الجزء الباقي خليناه يعني ينضج في الشجره نتاعو، ونشوفوا يعني اليوم نحكيو على المساوئ والمحاسن تاع هذه العمليه. يعني لونجاس او بعويد قلعناه كان مازال ما نضج وحولناه لغرفه التبريد، واليوم نشوفوا المساوئ والمحاسن تاع هذه العمليه او الجزء اللي كان باقي في الشجره تاع الايجاص. يعني نشوفوا جيدا هنا شجرة الإيجاص، نشوفوا هنا الغلة هنا راهي في عملية نضوج، يعني خلاص يعني هي تقريبا ناضجة. والحب حتى نشوفوا هنا حجم الحب يعني واللون تاع الحب والحجم، يعني الحجم كبير واللون يعني أصفر. ولكن من المساوئ تاع هذا يعني كي نخلوه في الشجرة أنه يعني ينضج بطريقة سريعة جدا، خصوصا عند انخفاض درجة الحرارة في الشتاء أو في أكتوبر. يعني نعرفوا في الصباح الباكر، يعني من الليل يعني درجة الحرارة تناقص حتى 6-7 درجات. هذا ما يجعل الإيجاص ينضج بسرعة، يعني وما نتمكنوش من نزعه حتى يعني نشوفوا يعني حتى يتساقط، يعني ينضج. تشوفوا هنا شحال يعني المساوئ، أننا نشوفوا هنا شحال المساوئ أن الغلة جزء كبير منها يتساقط. شوفوا هنايا الغلة جزء كبير منها يتساقط بحكم يعني يتغلب علينا ما نقدروش. نلاحظ اننا انتهينا من عملية الجني اليوم. يعني نشوفوا الكمية اللي نجنيوها في اليوم تقريبا يعني من 10 إلى 15 صندوق، يعني مساء وفي الصبيحة إن شاء الله راح يعني نمولوا بها السوق المحلية، السوق المتواضع اللي كما كنا نحكيو، يعني ليس بسوق يعني اللي نستطيع من خلاله تسويق كل المنتوج. يعني يوميا يعني نمولوا السوق بكمية بسيطة جدا. هذه. السلام عليكم.